welcome to my channel. Today's mood is spiritual. ما أقدر أبدأ مقطع طبيعي obviously cause I'm me and you're you. أحس أقدر أبدأ المقطع بكل ثقة وبكل نرجسية بإني أقول أدري إني وحشتكم كلكم. كيف أعرف هذا الشيء cause y'all keep telling me so أتذكرت زمان لما أنا كنت أقول للناس بليز تفرج مقاطع بليز تفرج مقاطع. الحين صرت تقولوا لي كذا وصرت أحس إنه دايم نسرين يعني اليوم قررت إنه نولع شموع حبنا ونروق. وإحنا أحس إني مدربة يوغا أو أحس إني هذول اللي حقين الطاقة، مع إنه أنا مرة آخر واحدة حق تدير أشياء، بس أحس هذا الستايل والشمعة يما والأكسسوارات I'm like اليوم المهم بنولع شمعتنا نخليها جنبنا عشان تسوي لنا ريحة حلوة. دارك فيلفت أود من وايت بارن، ريتش كلوفز روز واتر مدري ايش. المهم انه اشياء كذا يعني حلوة. انا قدي حطيت الكريم حقي عبارة عن زيت تقريبا، فاذا تشوفوا وجهي يلمع من الزيت. يعني العذر والسموحة على الاصوات اللي حتسمعوها، وممكن كمي طويل وما يحتاج انا حسيت نفسي البسه. الانسبيريشن حق اليوم تقريبا ما في انسبيريشن، تقريبا ميك اب Japanese makeup style, Korean makeup style اللي أنا يعجبني مرة. وحسيت إنه نفسي أسوي ميك اب يخليني كذا أكون حلوة. حسيت نفسي أكون حلوة. اليوم ما أبغى أسوي أشياء رعب وكذا، لأنه قبل فترة سويت شيء رعب بس ما صورت لكم فلوج، صورته بس بوست انستغرام. السنة بوكا دوت حتى مساكتي ولبسي وعبايتي أحس I like it or something. اليوم كنت قاعدة أحوس وأدور إيش أصور عن إيش أصور. والله طلعت عندي مواضيع صراحة مرة حلوة ومثيرة للاهتمام في النوت حقتي، بس حسيت إنه يا أخي أنا ماني حاسة الباشن إني أتكلم عن هذا الموضوع، ما في كذا شعلة إني أتكلم عن هذا الموضوع. وأتذكرت إني أنا كنت بتكلم عن my OCD، أبغى أتكلم عنه بشكل مرة مفصل. ودائما الناس يا ما يفهموا إيش يعني OCD أو أصلا ما يعرفوا إيش هو أو أصلا ما يعرفوا إيش هو، أو أسهل طريقة إنه يشرحوا عن النظافة، وهو مو بس كذا. وحسيت إني أنشر الوعي عن هذا الشيء. يمكن دحين في هذا العصر في ناس كثير يعرفوه، بس أنا زمان وأنا صغيرة كنت أحسب إني مجنونة. ما كنت أعرف إنه إيش فيني، بس كنت أحس إني أنا غير عن كل أحد وأسوي أشياء مرة غريبة وأفكر بطريقة مرة غريبة وأخاف من أشياء مرة كتير. ومن يوم أنا صغيرة عندي حرفيا السيمتومز، من يوم ما إني مرة صغيرة، بس أهلي ما كانوا يعرفوا. والمعلمات في المدرسة كانوا دائما ينادوا أهلي على بعض السيمتومز اللي يعرفوها، بس ما كانوا يعرفوا أنا إيش فيني. وقد قابلت العلوم اللي كانت مرة عصبية صادتني وأنا أسوي some of my OCD rituals وخاصمتني عليه. حرفيا هذا كان traumatizing بالنسبة لي ومرة كان يفشل بالنسبة لي، يعني عشان كنت في الابتدائي حرفيا كنت يمكن أولى ابتدائي أو تاني ابتدائي. فاليوم راح ندخل deep down في هذه المواضيع وحسوي ميك اب. أنا طلبت منكم وصفات المتابعين لأني تفرجت ناس يسووا وصفات المتابعين، بعدين قلت أنا ليش ما أسوي وصفات المتابعين؟ والله ارسلتوا لي أشياء مرة رهيبة وأشياء مرة كتير، يعني مو رهيبة أنا ما دقتها، بس إنه أشياء كذا أحس بس تحتاج لها ميزانية وأنا ما أبغى أصرف على اليوتيوب. بس إنه وصفاتكم عندي إن شاء الله I will do it sometime in the future. بس كنت أبغى أشوف يعني إذا طلبت حتعطوني. أحبكم، بتزوجكم. take my ring please. دائما أحط الفاونديشن حقت NYX فانيلا. شوفوا هذا إذا تبي تقلبوا الكاميرا وتاخذوه من فاوند بردان. راح أحط هنا تحت العين. أنا طبعا أستخدمه ككونسيلر كمان، لأنه ما أستخدم كونسيلر. ليش؟ عندي مع إنه حقت باليت ميك اب فوريفر، بس يا أخي ما أدري. نحطه حرفيا ونحطه كل مكان، بعدين وي بلند.
بعد ما دمجته كامل اخذ شوي من الفاونديشن زيادة حطيته وسبته شوي ينشف واستخدمه ككونسيلر. اذا عندكم كونسيلر جاهز تقدروا تستخدموه طبعا، بس يا اخي انا عندي جاهز يعني، بس هذا عن التوفير اذا احد يبغى يوفر. بس بالنسبة لي انه عندي واستخدم ده يعني مو توفير، بس اذا احد ما عنده مو لازم، دائما اقول لكم مو لازم عندنا كل الالوان وكل الاشياء وكل you can do it باي حاجة حرفيا. وتقدروا تسرقوا من اخواتكم وامكم يعني اذا اليوم اكلت برجر واحس العطش اللي انا فيه مو طبيعي، يعني اقدر اشرب من ده 20 شيء 20 واحد، وانا الفترة اللي فاتت كلها ما قاعد اشرب مويه كتير. فاحس انا صرت اسوي شيء، اذا ما صرت اشرب مويه كتير يعني الفترة اللي ما اشرب فيها مويه كتير احاول قد ما اقدر اكل مخلل او اشياء حامضة او اشياء فيها توم تخليني اشرب مويه بشكل، مع انه والله كان فيه توم، حطيت توم بودر عشان كذا. يا اخي حسيني مرة قريبة من الكاميرا، بس لو بعد بصير بعيد عن المراية وما اقدر اشوف نفسي كيف اسوي. اخلص واتوقع عندي واحد تاني، بس يا اخي احس ما ابغى افتحه لانه هذا لسه موجود، يعني انا بس ابغى ده. الاكل اللي عندي مرة من زمان عندي، يعني اخاف انه يخرب. رحت شفت التاني للاسف انه ما هو نفس الشيء. المهم انه اليوم ما ابغى انه اكون الميك اب احطه بطريقة معينة وانسبيريشن معين، ابغى انه اللي يجي على بالي واللي احس انه نفسي اسويه بسويه. يمه بحط بلاشر بدال الكونتور لانه غالبا اصلا ما احب الكونتور علي، احب البلاشر. تدروا ايه، انا ما ادري مرة من فترة طويلة صرت اي وقت لما اصور يوتيوب برضو انا اتابع، اكون قاعدة اتابع يوتيوب هنا وارخي واعلي الصوت على حسب. وهذا المقطع قررت اني اسوي فيه اديت انه بس قصقصات، ما احط ستيكرات واشياء واصوات غريبة وعجيبة. وابغى اشوف يعني كيف، ايش رايكم، وابغى اشوف كمان انا ايش رايي، لانه تابعت مقطع احد وكان زي كده وحسيت دايم مرة عجبني، مرة ممتع المقطع. يعني شخصية الشخص اصلا لحالها تحتاج، قصدي ما تحتاج انه يكون في اديتس كتير وازعاج. فحسيت I kinda like بيكاسو، ومن كثر الاشياء الغريبة اللي احطها وما اعرف هو بسبب اليوتيوب فيديوز اللي انا اسمعها على جنب، ولا هل لانه انا احط اصوات غريبة نصها فيها كوبي رايت، كل مقاطعي كوبي رايت. فخلاص يعني انا ابغى بطل اسوي اديتات غريبة لفترة، يعني شوف اذا ما عجبني طز في الكوبي رايت. اصلا اليوتيوب شالوا دعايتي، يوتيوب بليز رجعوا الدعايات في حسابي cause what do you mean انا اتعب واسوي كل دي المقاطع ومقاطع مرة طويلة، منها ما تحطوا لي دعايات، تحطوا لي اي تحت دعايات وانا ما تحطوا لي دعايات، يعني how dare you. تعرف انا من متى في اليوتيوب؟ بعدين نحط باودر من لارا مارسيير عشان خلاص قريب بدأ يخطط الآن وأنا أحط الميك اب، لأنه الأشياء اللي بحطها مرة سائلة، ولا البيس حقي اللي هو الزيت عبارة عن زيت، يعني مو مويسترايزر حقيقي، هو مويسترايزر بالزيت يعني. فنحطه everywhere. أنا أكثر ميك اب أحطه وأحبه الميك اب اللي يكون بينك، ما أدري يا أخي أي شيء بينك كذا بارد، لاحظت إنه مرة يناسب ملامحي. ولاحظت الأشياء الغامقة، الميك اب الغامق يعني ما أحب على ملامحي أبدا. كذا بيج بني، ما أدري هو يعتبر بني فاتح على هذا كذا في كل مكان. بعدين بحط نقطة بنيات هنا، شايفين كيف مرة خفيف، بس نقطة لأني حسوي ايلاينر فما بكتر. أنا أسوي أغرب ميك اب في الحياة، المراية هناك وهنا ما يبين شيء، أسوي ايلاينر وأرجع لكم. أنا أحب هذا الايلاينر، هذا المفضل عندي، ما أشتري أي شيء غيره. NYX المفروض NYX هو السبونسر، بس
I like it بيكاسو. تدروا أنا شخص مهووس في الآيلاينر. طيب العذر والسموحة على قص الراس اللي أنا قاصة راسي طول المقطع، ما أدري كيف قاعدة. أنا ما أقدر يعني أوريكم كل شيء، بس كأني I gate keep الآيلاينر حقي، بس أنا ما أقدر إلا ما أدخل جوا المراية وقعد كذا أسويه. فلو وريتكم ما بتشوفوا، لو ما وريتكم كأنه I'm gate keeping but you know إنه I don't gate keep. أنا مرة أحب الآيلاينر. تدروا من متى أنا ماني مسوية آيلاينر؟ I like it. أحط آجي وسال بس أحس ما بالمساحة. إن شاء الله أحطه، إن شاء الله ما يطلع شكلي. لا والله هذه حاطة، أنا حاطة واحدة قدامي، مو إني أسوي نفسها بالضبط، بس هذا الشكل غريب. سووه بالبودرة يعني إذا تبوه عشان يخليه كذا واضح ونظيف. وبعد كذا يعني تشيلوه إذا حابين يعني. طبعا بجيب فرشة ومشط حواجبي. البوستر عندي سيء بشكل يا أخي. أنا أقعد كأني literally I sit like this. هو المفروض إنه أقعد زي كذا إذا مثلا عضلات الصدر أقوى من عضلات الظهر. أنا أمرن ظهري بشكل مو طبيعي. المفروض إنه أنا على تمارين الظهر أقعد كذا. خليني أسوي لكم التوتوريال وأنا كذا، التوتوريال وأنا كذا، بس أنا أقعد كذا مستحيل يعني. هذا ضد كل شيء أنا درسته وتعلمته وطبقته. إيه اللي يشوف يقول أنا ألعب بلاي ستيشن عشان كذا أنا أقعد كذا. أنا ما ألعب بلاي ستيشن، وأقعد أكون مسدوحة، يا مسدوحة كامل أو مسدوحة كذا على الكرسي وأنا ألعب جوالي. فظهري ليش كذا؟ أنا نسوي ايلاش كيرلينج مع نخليه كأنه فير شعر، بعدين نسوي بينج بينج عشان أنا ما أحط مسكرة. ليش ما أحط مسكرة؟ I don't know. أحسه مضر. بعد كل هذه الأشياء اللي استخدمتها المسكرة مضرة، بس إني أسخن ده الفرق مع الايلاش كيرلينج اللي بالتسخين، وهذا من دون ولا شيء. حطيت شو اسمه هذا بودرة، بس حس يا اخي بحط شوي من ده شوية وما بقيت. احس حطيت كتير والله. ان شاء الله يعجبني. ومرة احب الهايلايت. يلا ان شاء الله يطلع حلو. أحط شوية من هذا البلاشر كمان كراج، وبعدين أحس بحط ليب كلاس أو شوية بسوي له كنتور، لأنه أحس مرة لونه باهت. صرت كأن حقي جوالي ما ينفتح قاعد لاني اقوى واحدة. انا اقدر اتغلب عليه. حاكله وع 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 احس بيجود فمي. بس يا اخي يا انه حلو ده. اي احد يروح تركيا قراتيس ما ادري اسمه ايش، المهم خذوا ده حتى اسمه راح. مرة يجنن مرة يجنن. فلفل ليب بالم، تحسوا انه مسوين فيلر. احنا ضد الفيلر بس كأنه فيلر. ايش تحسوا؟ تسريحة شعري واو. احس مرة واي 2 كي الفينات والتسعينات، ما أعرف صراحة من اي اير، بس خفيفة كذا لايك. عشان اشرح لكم هو يا اخي احس شمعتي ابغاها تبين بالفيديو، هي ما هي مبينه ومره قاعد تسبب حراره فحط فيها. هذه الريحه اللي تسببها. خليني اقفل على طول حياتي. انا يعني ما اعرف حياه من دون وسواس قهري او OCD، لانه هو يبدا من عمر مره صغير، يعني يمكن من 3 سنين تقريبا هو حيبدا معاكم اذا احد عنده. اللي اتذكروا من بحوثاتي اول ما عرفت عن الOCD انها من كل 10 اشخاص 1 شخص يجي، واتوقع كمان انها وراثية، وهي عبارة عن اضطراب نفسي مزمن، يعني ما تروح ابدا، زي الضغط والسكر ودي الاشياء. ممكن تتنقل لاطفال الشخص، يعني اذا مثلا انا بجيب اطفال ممكن انها تتنقل للاطفال، فهذا الشيء شوي يخوف. اشوف اجانب لما يكون عندهم OCD غالبا مرة يخافوا انه يجيبوا اطفال، انه ممكن انه يجيهم. كيف ممكن يكون علاجه؟ اتوقع علاجه اكثر شيء انه سلوكي، بس
ما له علاج إنه يخليه يروح، بس هذه العلاجات تساعد إنه الواحد يقدر يعيش حياته بشكل طبيعي، لأنه هو يعتبر اضطراب يعيق الحياة تقريبا. يعني أنا بالنسبة لي أتكلم، وتيجي فترات اللي أحس إني أتشافيت منه تماما. أنا بصراحة أتكلم بلسان نفسي، وأي حد ريليت خلاص ريليت. تيجي فترات الصراحة إنه مرة يزيد الاضطرابات أو الوساوس مرة تزيد وتعيقني في حياتي مرة بشكل كثير، وتيجي فترات يعني أحسه اختفى تماما. وهو أصلا يعني مرة ذكي بشكل مو طبيعي، كيف إنه يعني شيء مرة أنتوا تهتموا لأمره. يعني إذا أي فترة من حياتكم في شيء أنتوا مرة مهتمين لأمره، هو يزيد. الاضطراب عبارة عن إنه ياخذ الأشياء اللي أنتوا مهتمين فيها ويجننكم بها. يعني أنا حرفيا الشيء اللي أنا أقدر أوصفه كالأشياء اللي أنا قرأتها والأشياء اللي أنا experienced يعني أنا أجربها كشخص عانى من ال OCD أو يعاني من ال OCD من يوم هو طفل. ال OCD بكل بساطة، لأنه أنا من يوم أنا صغيرة كنت أحسب إني مجنونة. طيب الشخص اللي عنده OCD هو مجنون بس بوعي. الناس المجانين هم متجننين وما عندهم وعي. طيب الجنون والعقلية، الشخص العاقل عنده وعي، الشخص المجنون ما عنده وعي، يعيش في خيال ويعيش في عالم ما هو موجود وما عنده وعي، ويعني يجهل إنه هذا الخيال ما هو حقيقي، يحسب هذا الخيال حقيقة. ولكن الشخص اللي عنده OCD هو كأنه مجنون عايش جوا هنا في راسه، وعنده وعي يعرف إنه هذا كله غلط. فحرفيا أحس يعني الشخص المجنون مرتاح أكثر مننا، إنه هو قلنا متجنن، يعني يحسب الخيال هذا حقيقة. إحنا نعرف إنه هذا الخيال ما حقيقة. فلما أنتوا بتشرحوا للناس الطبيعيين يبين إنكم إذا مجانين أو تقدر تشرحوا لهم بحق النظافة. أنا بصراحة كنت أيام أتكلم كله عن أنا إيش أي experience، بس حسيت إني لو ساعدني ال AI بإني أرتب أفكاري وأقرأ لكم هي تكون أسهل من إني أنا أقعد أقول وأشرح، لأنه لو قلت وشرحت بس أنا لحالي من دون مساعدته وأحس إني مرة هجننكم، لأنه الموضوع شوية صعب عشان يوصل للناس الطبيعيين أو الناس الطبيعيين إنها تقدر تفهمه. حتى أتوقع التشخيص حقته يعتبر صعب، لأنه مو على طول تقدر تعرفوا التشخيص حقه، والدكاترة لازم يقعدوا معكم أتوقع وقت طويل، وإلا عادي إنهم يشخصوكم باكتئاب أو قلق مزمن. because that what happened with me. تتمحور حول ال OCD يتمحور حول أفكار واضطرابات قهرية تسمى ثيمات أو مواضيع الوسواس. يعني هي كل فترة تتغير، وطبعا قد ما الشخص عنده وعي قد ما الشخص عنده يعني تجارب في الحياة قد ما هي تتعدد، يعني تعداداتها لا نهائية. بس الأشياء اللي أنا حقولها هي أشياء غالبا إنه هم صنفوها واللي حطوها والأكثر شهرة. يعني الوسواس القهري ذكي جدا، وعادة ما يهاجم أكثر الأشياء التي تهمك وتخاف عليها في حياتك، مثل عائلتك، دينك أو صحتك. في وسواس الأذى، إنك ممكن تفكر إنه أي شخص أنت تحبه إنك ممكن حتأذيه بشكل مو كويس، فأنت تخفي كل الأدوات اللي ممكن تأذي أي أحد. وسواس النظافة والتلوث، اللي يخافوا من الأمراض ويخافوا من الجراثيم ويصيروا يغسلوا يدهم طول الوقت حرفيا بشكل قهري. يعني أنا فترة وأنا صغيرة جاني هذا الشيء، وأهلي مرة كانوا ملاحظين وكانوا يقولوا نسرين ليه أنت كل شوي تغسل يدك؟ حرفيا لمسة أنا لازم أروح أغسل يدي، لمسة. تخيلوا يعني كيف الإنسان يقدر يعيش من دون ما يلمس أي شيء. يعني عادي مرة عادي إني أنا رحت ولمست أحد لازم أروح أغسل يدي. what do you mean by that؟ ومرة يكون سلوك قهري بشكل يعني كل أحد حواليكم، يعني حتى لو تبوا تخبوه، في ناس يقدروا يخبوا الوسواس القهري حقهم. أنا كنت أقدر أخبيه، في ناس ما يقدروا يخبوا حقهم. أنا كنت من اللي أقدر أخبيه، وكنت مرة يعني obviously يعني لما أروح أغسل يدي كل شوية أهلي حيلاحظوا، والمدرسة البنات كانوا يلاحظوا. يعني حرفيا كان يجيني عليه أوقات تنمر إنه نسيت نسوي حركات غريبة، فأنا كنت أحس إني مجنونة. بس للأسف طلع OCD، والناس اللي ما عندها خبرة وعندها علم، أنا بنفسي ما كان عندي، وأنا كنت أصلا بيبي. يعني إيش عرفني وقتها السوشيال ميديا ما كان يعني كذا عنده مرة هيبة ونقدر نروح نبحث ومدري ايه ونفكر اصلا انه افكر ايش يعني OCD، انه افكر ايش يعني اضطراب نفسي. وقتها كان انه اوه ماي جاد احد عنده اضطراب نفسي يعني مجنون خلاص. وسواس التماثل والترتيب والتأكد، هذا انا كان عندي وانا صغيرة. دحين لما اقول لكم تقريبا كله كان عندي. لما انا اقول انه انا كان عندي انا ما قاعدة اشخص نفسي على فكرة. هذه المواضيع
الأكثر يعني انتشارا في الناس أو بين الناس اللي عندهم وسواس قهري. الوسواس القهري زي السيركل أو زي يعني ماب، يعني كل بين فترة وفترة انتوا لما تتطوروا تصير عندكم مخاوف جديدة، تصير عندكم اهتمامات جديدة، هو يفتح لكم ماب جديد، يعني يصير عندكم فيه مواضيع جديدة تتوسوسوا من خلالها وأشياء مرة غريبة، وانتوا لازم تتعلموا كل فترة وفترة انتوا كيف تتعاملوا مع هذا الوسواس الجديد اللي صار لكم unlock فيه أو انفتح لكم كذا ماب جديد. ففي وسواس التماثل والترتيب والتأكد إنه هو عبارة عن إنكم انتوا تكونوا مهووسين، الشيء هو كذا، أنا عارفة حرف التي هو كان واضح دحين، لو أحد سواه كذا أنا حاعرف. أنا كنت وأنا صغيرة مع عرايسي مرة أتجنن إنه أنا أرتبهم، يعني عيال أخواتي إلى دحين ولد أختي كان يقول خالتي نسرين ما كانت تخلينا ندخل ولا نلمس ولا أي شيء، اللعبة إذا كان يدها كذا أحد جاء أخذ ألعابي ولعب ونزل يدها كذا أنا كنت أعرف، كنت أتجنن مو إنه أنا في ناس يحسبوا ان انا ما احب اعطي اغراضي لاحد، بس انا فكره انه احد اخذ شيء وهذا الشيء مو في مكانه كذا هي فكره يعني حيصير شيء، او انا احتاج انه هو يكون في مكانه، انا احتاج اشوفه عادي استخدميه، بس وانت واقفه في مكانك استخدميه عادي، خلص الشيء بس وانت واقفه في مكانك وهو يكون في نفس مكانه، لا تطلعيه. يعني انا الين دحين عندي ما اقدر اطلع اشياء من غرفتي، يعني حرفيا دائما امي تقول لي نسرين هذا بيتنا ليه انت ما تحطي like mom I have an OCD بس ما راح ما الناس ما يستوعب. الوسواس الديني والأخلاقي إنكم تتوضوا أكثر من مرة، تعيدوا صلاتكم مليون مرة تقريبا عندي، ومرة تهتموا يعني إنه أنا قلت شيء غلط. أنا فترة كان عندي عبارة عن هذا الشيء، أنا ما كنت أقدر أنام إذا قلت لأحد كلمة غلط أو سويت شيء غلط، مليون مرة كنت أراجع الموضوع في بالي إنه أنا يمكن قلت حرف واحد غلط، طب ماذا لو هذا الحرف لا مرة كان يجنني هذا الموضوع لدرجة كنت أرجع وأفتح مواضيع قديمة مع ناس وأتفشل وهم يصيروا كذا اللي يا خلاص move on already، يعني مرة الموضوع تافه. بس إنه أنا كنت أخاف إنه أنا كنت زعلتهم في كلمة أو إني أنا كنت قلت كلمة غلط أو سويت شيء غلط، اللي ماي جاد مرة كان يقهر، اللي كنت كذا كأنه مثيرة للشفقة مع البنات اللي في المدرسة، بس أنا حرفيا كان كله عبارة عن OCD، يعني أنا ما كنت مهتمة أصلا، بس هذا الOCD حقي قال لي إنه لازم أراجع الموضوع مليون مرة. كما قلت يقول هنا الوسواس يتشكل حسب البيئة والوعي، يمكن للوسواس القهري أن يتلبس بأي فكرة خطرت على بال بشر، حرفيا طالما أن الفكرة تسبب لك قلقا يمكن للوسواس أن يحولها إلى موضوع أو themes. فأي أحد لما يسمع يقول طب هي قالت هذه الأشياء بس أنا ما عندي، أنا عندي شيء تاني مرة طبيعي. كل واحد على حسب، مرة عادي إن يكون عندكم شيء مرة غريب، شيء كذا يعني ماي جاد لو أحد سمع حيقول أنتم مو بس مجانين، حوديكم مستشفى المجانين ويحبسكم هناك للأبد، عادي إنه تكون عندكم هذه الأفكار. وظهور مواضيع حديثة مع تطور العالم تظهر مواضيع جديدة مثل وسواس الوساوس حقت السوشيال ميديا ودي الأشياء. sometimes it happens to me بس يعني it's not a thing for me، الحمد لله إن شاء الله ما يكون فيه. الوسواس الوجودي أسئلة مستمرة لا تنتهي حول سبب الوجود، نحن في الواقع حقيقي أم خيال، لدرجة تمنع الشخص من عيش حياته. That happens to me a lot, like literally a lot، وأنا ما كنت أعرف أصلا إنه هذا منه. الوسواس الجسدي أو الاستشاري تركيز قاصد وقهري على وظائف الجسم التلقائية التي لا نفكر فيها عادة، مثل آلية التنفس ولمش العين أو بلع الريق، والخوف من عدم القدرة على التوقف عن المراقبة. You know something؟ بس تعرفوا أنا صغيرة لما قرأت هذا الموضوع ربطته على طول. وأنا صغيرة أنا كنت أكثر شخص يعتبر خواف في الحياة. ليش؟ لأني كنت أخاف من نبض قلبي، كل فترة وفترة كنت أكتشف وظائف جسمي وكنت أخاف منها، وكان ترى it was something، يعني كان عبارة عن موضوع كبير، يعني كل العائلة كانت تدري وكل العائلة كانت تحاول تهديني، لدرجة أنا أوقات ما كنت أقدر أنام، لأنه يوم وأنا واقفة استنى أمي من الحمام تطلع كنت اكتشفت إنه من هنا في نبض هنا، وكنت قاعد أبكي أقول لها أمي هنا في شيء، وبعدين هي كانت تفهمني إنه هذا نبضك لازم يعني مدري إيه وهذا من القلب. ويوم اكتشفت قلبي ويوم اكتشفت سرتي لدرجة أمي طلعتني بيت الجيران، ترى هذا مرة كنت صغيرة يعني حرفيا، حتى كنت في الروضة أو يمكن مو حتى في الروضة، بس غالبا أتوقع كنت في الروضة بين الروضة وأولى ابتدائي. طلعتني بيت الجيران توريني إنه حتى الجيران عندهم سرة، حتى إحنا كل البيت عندنا سرة، وما اقتنعت أبى أشوف أحد صغير زي عنده سرة، ووروني بنات الجيران الصغار إنه عندنا سرة حتى إحنا، الله يشغلك.
فوقتها كنت ارتحت، وبين كل فترة وفترة كنت اكتشف شيء جديد واجنن امي. فامي كانت تقول حرفيا انا عندي مدري كم طفل، ما عمري I experienced اشياء غريبة غير مع نسرين. ويعني لو كانوا عارفوا انه عندي وسواس قهري يمكن كان بيكون الموضوع اسهل، بس ما كانوا يعرفوا. يمكن كان بيكون اسهل علي واسهل عليهم، بس ما كان احد يعرف. وانا كنت احسب اني مجنونة الين في الثانوي. اتفرجت فيلم، واحد فيلم ححط لكم هو هنا، اتوقع قد حتى حطيته في الانستغرام. من هناك انا اكتشفت اصلا انه في شيء في الحياة اسمه وسواس قهري، لانه احد الشخصيات كان عندها، وبعدين قلت اوه ماي جاد انا مجنونة، طيب هذا شيء حقيقي، طلع في ناس زيي. ومن وقتها I'm like thank you God على قصة الوسواس الجسدي الاستشعاري اللي تحبسه النفس ومدري ايه. انا كنت فترة وانا صغيرة، اتوقع قد حكيت لكم هذه الحكاية، بس ما اعرف اذا هذا المقطع انا حذفته وخليته خاص او شيء، بس المهم انه حعيده بما انه جبنا هذا الموضوع. انه انا كنت فترة من الفترات كانت عندنا أبلة مرة عصبية، أبلة علوم. طيب وانا كنت اعشق مادة العلوم. المهم كانت عندنا أبلة علوم مرة يعني كانت عصبية، وكانت في المدرسة يعني خاص كلنا نعرف انه هي اكثر أبلة عصبية، وكانت تضرب البنات ضرب مو طبيعي. انا من كثر ما اخاف منها، انا كنت احب العلوم طيب، بس هي لما كانت الفترات او السنوات اللي هي درسنا فيها انا كنت اقرا الكتاب واحفظ الكتاب حفظ كذا، يعني عشان ما ابغى انضرب. اتوقع ما قد انضرب، بس اتهزأت عشان الاو سي دي حقي. في الفصل هي كانت قاعده تشرح مدري، وانا اتوقع كنت قريب قدام يعني، وانا كان عندي اني احبس نفسي واقعد والا راح يصير شيء. طيب وخلاص يعني انا اسوي هذا الشيء وما حد يعرف اني اسوي هذا الشيء، وكنت اخبي اني اسوي هذا الشيء. بس هي سابت شرحها كله وركزت معايا انا، ولاحظت اني انا قاعده اكتم نفسي، وفجأة كذا يعني وهي بتشرح كلنا مركزين، فجأة كذا سلطت كل الاضواء علي انا، وصرخت علي صراخ هذه الأبلة احنا نخاف منها. كنا يعني لو شفنا ضلع احنا نخاف، يعني حتى ضلع حافظينه اتوقع، يعني حرام احنا مره بيبيز. تخيلوا هذا في الابتدائي، يعني مره اتوقع بدايات الابتدائي يعني على ما افتكر، ما ادري. المهم انه صرخت علي صراخ وعصبت علي، ماني مفتكره الموقف بالضبط، بس هزأتني تهزيء انه انت تبي تموتي نفسك، ليش قاعد تكتمي نفسك، انت مجنونه. تخيلوا قالت لي انت مجنونه، يعني هذا كان اكثر شيء بالنسبه لي اهانه، انه انت مجنونه. يعني دحين اذا حد قال لي مجنونه I'm like yes I'm crazy, I'm definitely please call me crazy. انه دحين صار شيء كول ومدري. وقتها قالت لي انه انا مجنونه كذا قدام كل البنات، وانا اصلا شاكه اني انا مجنونه، وعصبت علي اني انا وقفت نفس. تخيلوا من كثر خوفي منها اتوقع اني وقفت. فجاه الاو سي دي اختفى كذا، غادر الغرفه، صار هي الاو سي دي الجديد حقي، صرت اخاف منها. فمن هذا الشيء انا كنت احسب اني انا مجنونه، عشان هي اكدت لي المعلومه. يعني شفت في مو بس شاكه، في احد قال لي اني انا مجنونه. فاتوز يعني شيء مره صراحه سيء انه احد عنده او سي دي وما يعرف ايش يعني او سي دي. وانا كشخص عندي او سي دي ودحين اعرف انه عندي او سي دي. بالنسبه لي التفرقه بين الاو سي دي والجنان او الجنون هذه هي التفرقه، واي حد ما يتفق علي بكيفه، واي حد جرب الاو سي دي اي احد جرب ياخذ الاو سي دي وما يتفق معي رايكم غير محترم صراحه. لانه انا اقرر انا ايش احس وانا كيف اوصف الاو سي دي حقي، كل واحد بكيفه كيف يوصفه. واي احد عنده او سي دي انتم مجانين، وياس تقدروا انه يكون عندكم مليون شيء كل ما يصير عندكم. احس اني بتضارب، يعني احس اي احد يتكلم عن الاو سي دي احس الاو سي دي حقي انا، يعني انا اعرف ايش فيه لانه انا اللي عانيت فيه من يوم ما انا صغيره. ما ادري يعني لا تحسوا اني بتضارب سوري، بس لما اتكلم عن الاو سي دي مره اتحمس كذا. احس اي احد بيعدل لي معلومه ما في اي مجال للتعديل. سوري زي ما اي احد عنده اي اضطراب وهو ادرى بالاضطراب. ما اعرف يعني احس لو اي احد عنده اي اضطراب عادي انه يكون في صح وفي غلط، بس لما يكون عندكم او سي دي يعني حتى الدكتور ممكن ما يقدر يستوعب ولا يقدر يفهم مزبوط ويحس مزبوط زي ما البيشنت قاعد يحس وقاعد يعرف وقاعد experiencing it. فهمتوا؟ ما ادري اذا قدرت اشرح لكم يا اخي. احس اني قاعده اتضارب، بس يا اخي لما احد يجيب موضوع الاو سي دي او انا لما اجيب موضوع الاو سي دي احس كذا فيا. وبس والله اتمنى عجبكم الموضوع، واتمنى استفدتوا، واتمنى اي احد عنده او سي دي يعرف انه عنده او سي دي، ولا حد يشخص نفسه الا اذا من جد هو كان شاك طول عمره ودحين اتاكدت له المعلومه. غير كذا يعني هذا للتوعيه اذا لاحظتوا اخوانكم الصغار يعني. بس والله thank you for watching، واحس نفسي اسوي what I eat in a day.
مو عشان يكون something toxic، بس عشان أوريكم أفكار صحية وكيف تقدر تاكلوا مرة كتير وتاكلوا أكل لذيذ. thank you for watching. مرة أحبكم وكلكم مرة كيوت وكلكم مرة يا أخي، حتى لما أكون ما بصور استحي على دمي وأصور عشانكم. يا أخي أنا ربي يحبني لأنه أعطاني، أنتوا أعطاكم، صح؟